يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إننا نعيش في هذه الأيام في ظلال شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، حيث بدأ المسلمون بالتوجه إلى البلاد المباركة لتكتحل عيونهم برؤية الكعبة المشرفة والصلاة في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفضل الحج عظيم في الإسلام، فهو ركن من أركانه، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ومن المعلوم أن الحج فرض على المسلم مرة في العمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها 3. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أي أنكم لن تستطيعوا أن تحجوا في كل عام، فلماذا تشددوا على أنفسكم؟ لذلك الحج فريضة على المسلم مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع ونافلة وقربى إلى الله سبحانه وتعالى. كما أن العمرة شعيرة من شعائر الحج، والعمرة شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا كانت في أشهر الحج وارتبطت بالحج كالتمتع، أو كانت نافلة طيلة العام، فقد رغب الإسلام فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. كما وأن الحج يهدم ما قبله، يمحو الذنوب ويغفر الزلات إذا كان حجا مبرورا، لقوله عليه السلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك علينا يا من يسر الله لكم الحج وكان من نصيبكم أن تشدوا الرحال إلى بيت الله العتيق، عليكم أن تستعدوا لأداء هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم. نسأل الله لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وعودة حميدة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وصحبه أجمعين.